السلام عليكم ورحمة الله. درسنا هذا اليوم هو الدوال. النقطة الأولى هي إيجاد قيمة الدالة. مثال ألف: دال أوجد قيمة كل دالة فيما يأتي. مثال ألف يقول دال 2 إذا كان دال س يساوي س ناقص 4. المطلوب هنا أن نعوض هنا السين، هذا السين نعوضها ب2. زين، فنبدأ. طيب، نقول دال 2 زين يساوي 2 ناقص 4 فيساوي -2. يعني دال 2 يساوي -2. عفوا، فدال 2 دال 2 يساوي -2. طيب بقى نعوض 6 زين بسين. حلو، فيكون هنا 2 س زين ناقص 8، يعني 2 ضرب 6 ناقصا 8 فيساوي الجواب 4. لأن هنا يكون 12، ف12 ناقص 8 يساوي 4. فدال 6 يساوي 4. المثال الثاني: إكمال جدول الدالة. أنسخ جدول كل دالة فيما يأتي وأكمله. يعني هنا هذا عندنا الدالة معطينا هنا، هذه الدالة س يساوي س ناقص 7. حلو، إذا كان هنا س ناقص 7، عفوا س ناقص 7، أي مطلوب يعني إن إحنا هنا ناخذ هذا، نحط المدخلة نحطها بمكان س، فالمدخلة س هي -3 ناقصا 7 فيساوي -10، لأن خسارة مع خسارة. فطبعا يساوي الجواب -10. -2 نحطها بمكان س، فيصير -2 ناقصا 7 فيساوي -9. بعدين -1 ناقصا 7 يساوي -8. بعدين 0 ناقصا 7 يساوي -7. الحين هنا يختلف. زين، الحين احنا اللي علينا المفروض نسويه نحدد مجال الدالة ومداها.
المجال عادة ما إنه يكون هنا. لاحظوا خلنا نغير اللون عشان يتضح. المجال عشان نحدد المجال هنا زين يساوي -3 -3 وأيضا -2 وأيضا -1 وأيضا 0. هذا المجال. المدى هنا المدى -10 -10 أيضا -9 وأيضا -8 وأيضا -7. إذا عادة إن المجال يكون هنا خلنا نغير اللون، أو دائما هنا المجال وهنا المدى. زين فالمجال يعني دائما يكون هنا وهنا يكون المدى. نروح للمثال الثاني. المثال الثاني زين يقول لحظة واحدة. يقول -5 زين والقانون هنا 4 س. فإذا كان 4 س يعني هنا إحنا اللي علينا نحط 4. لحظة أغير اللون. فنضع 4 زين ضرب س يعني اللي يكون مكان هنا السين مدخلها. فاللي موجود هنا إيش -5 وأيضا بعد 4 ضرب -3 وبعد 4 ضرب 2 وأيضا 4 ضرب 5. طبعا الناتج على طول 4 ضرب -5 يساوي -20. وهنا -3 ف4 ضرب -3 يساوي -12. وأيضا هنا لاحظوا أن هنا 2 موجب ف4 ضرب 2 يساوي 8. وهنا 4 ضرب 5 موجب ف4 ضرب 5 يساوي 20. زين باختصار بنحدد المجال والمدى. هذا المجال وهذا المدى.
يعني هنا المجال هذا هو، وهنا المدى هذا هو المدى. زين، فالمجال -5 وهذه -3 و2 موجب و5، والمدى -20 و -12 و28. طيب، آخر مثال بالنسبة لها طبعا أحسن طريقة يعني علشان نكتب ونحل بالنسبة لهذه أيضا نفس المساحة هنا مختصرة 2 س زائد 3. عفوا بنحط طبعا مكان السين نضع -1، فيعني 2 ضرب -1. زين، فاثنين ضرب -1 زائد 3 يساوي 1، لأن 2 ضرب -1 بعدين زائد 3. زين، وهذا بعدين الحين 2، ف2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 3 يساوي 7. وأيضا هنا لاحظوا 3، ف2 ضرب 3 يساوي 6، 6 زائد 3 يساوي 9. وأيضا 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 زائد 3، ف2 ضرب 5 10، 10 زائد 3 يساوي 13. فهنا يساوي 13. نفس الشيء، نفس المساحة ما بتغير بنفس الطريقة. المجال، هنا المجال هذا المجال. طيب، وهذا المدى. زين، هذا المدى. طبعا هذا هو درسنا لهذا اليوم. كان معكم الطالب إبراهيم أسامة العمران، وفي الختام مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.